السلام عليكم. وعليكم السلام. مع حضرتك تامر من شركة نهوب للتسويق العقاري يا فندم. تسويق عقاري. تسويق عقاري ومكلمني انا؟ لا لا لا، انت مين يا ابني اللي مديك الليسته اللي معاك دي؟ مش تساله عن الناس حضرتك الاول؟ معايا؟ لا لا، معاك يا استاذ تامر، طبعا انا بحب اسمع الكلام ده. امورني. في اوفر على اليونتس بتبتدي عندي من 8 مليون، والتوين هاوس بيبتدي من 22 مليون. 22 مليون؟ انا سمعت صح مش كده؟ لا لا، انتوا اسعاركم حلو، اسعاركم حلوه الصراحه، يعني احسن من غيركم كتير. اللهم صل على النبي. يا حماده، حماده قول للماما ما تزودش كافيار على الاكل بقى عشان الحموضه وكده. حضرتك معايا؟ معاك يا استاذ تامر طبعا، لا معاك، بس اصل انت كلمتني عن اليونت ما اعرفش بكام، والثانيه اللي هي التشيز برجر دي قلت لي ب 22، ما جبتليش سيره الفيلا لحد دلوقتي، وانا موجود بقى عشان الفيلا الصراحه يعني. فلما يبقى عندكم فيلا يبقى عندكم فيلا. عندنا فيلل طبعا. لا والله. طب ده حلوه بقى الفيلا اللي عندكم يا استاذ تامر. يعني بتيجي كامله بقى من مجاميعه، يعني الكرسي الهزاز بقى والسيجار، ولا السفراجي معدي والدنيا؟ لا مفيش الكلام ده. مفيش الكلام ده؟ لا والله. طب في كلب في الجنينه؟ جايبين كلب في الجنينه؟ لا مفيش. مفيش برضه؟ لا يا استاذ تامر، التشطيب دي مش سوبر لوكس، لا لا لا، اصل انا ياما اتعاملت في فيلل بقى، بس انت في الفيلل اسال عليا في الفيلل هيقولوا لك عم ربيع. لا انت، لا التشطيب دي مش سوبر لوكس. يا حماده، حماده سيب مفتاح البورش بقى عشان انا لسه مغير لها فيديوهات وانت بتبوظ يا استاذ تامر انت لسه معانا في مع حضرتك يا لا فندم. والله. طب اقفل بقى يا استاذ تامر الله يكرمك، عشان بجمع الايجار وانت ملخبطنا الصراحه. الله يكرمك، مع الف سلامه، مع السلامه. حماده اللي انصاص لوحدها واللي ربع ما تدخليش كله. الارقام الغريبه دي بقى اقلق منها بقى. السلام عليكم. وعليكم السلام. مع حضرتك تامر من البنك المركزي يا من فندم. البنك المركزي؟ اللهم صل على النبي. ومكلمني؟ امورني يا ابني، اساعدك ازاي؟ كنا محتاجين نعمل تحديث بيانات. تحديث بيانات. هو انا رقمي جه عندكم؟ لا والله. وانا كبرت للدرجه دي يا جدعان؟ يعني بقيت هفق رسمي كده اللي هو رقمي وسط الزباين كده عادي؟ حضرتك معايا؟ لا لا يا ابني معاك، حدث يا ابني، انا معاك اهو، انا معاك يا ابني، امورني. استاذن حضرتك في ال 14 رقم اللي موجودين على الكارت. الارقام اللي على الكارت حافظ انا. لا لا، اديهم لك يا ابني، اديهم لك، اكتب ورايا كده. ايوه 60. ايوه 60. 60. 60 تاني. تاني، ماشي اكتب 60 تاني. ايوه 45. 55. 65. 95. تغيير برضه عشان 113. حلو كده يا ابني. طبعا عايز الثلاث ارقام اللي ورا انت. الصراحه لا لا لا، مكسوف من طبوره وانت غريب. لا لا لا، اديهم لك طبعا يا ابني، اديهم لك امان طبعا. 3 2 1. 3 2 1. حلو كده. 3 2 1. سحبش طبعا مش كده؟ لا. ولا هيسحب يا تموره، اصل دي الكارت دي مع مراتي، ده انت ممكن تلاقي عليها 10000 جنيه مثلا ولا حاجه، واخد بالك؟ انت لو عرفت تسحب جنيه قبل ما هي تصرفه تبقى مش انت حرامي؟ وريني شطارتك بقى يا سيدي، وريني يا سيدي. ماشي، ما اقفل يا تامر، اقفل يا تامر، الله يكرمك، اقفل يا ابني الله يكرمك، اصل انا معايا واحد يعني اوسخ منك معاه في البيت هنا. الله يكرمك اقفل يا تامر، اقفل يا مش ناقصه يا ابني، الله يكرمك، دي ايه الهم بالله؟ انا مرتبي خلصان من اسبوعين مثلا ولا حاجه. والله يا حماده انت السبب، انت السبب بالبرنامج اللي انت نزلته لي ده، هو ده اللي عامل فيها كده. انستا باي. ايوه انستا باي ده، من يوم ما نزلته يا ابني وانا بتعامل مع الفلوس كاني في المزرعه السعيده، ماشي عامل زو 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 زو، وعجباني قوي الحركه دي، وفي الاخر ببص على الرصيد يوم 12 مثلا ولا حاجه لقيته 17 جنيه، مرتب كله راح في اللي هو الحركه دي. لا اله الا الله، وراح الشغل وجاي من الشغل، انا مش عارف، انا حاسس ان انا لو قعدت من الشغل ده هوفر فلوس اصلا. والله فطار وقهوه ومواصلات وبتاع، وفي الاخر ما بنقبضش حاجه يعني. انا مش عارف يا ابني، بس هقول ايه، انت افكارك طول عمرها زباله. والله يعني انا برضو السبب. ما هي افكارك طبعا يا حماد، هو انا كنت اعرف انستا باي ولا نيل؟ ده انت جاي تقول لي انستا باي، قلت لك ابعت لي طلب صداقه باي، هو انا يا ابني انا كنت اعرف الكلام ده منين؟ الله يكرمك يا حماد اقعد ساكت، بس لازم يكون معاك انستا باي، البرستيج الخارجي انستا باي، الرصيد 17 جنيه، حاجه شكلنا هم. والله.